النهارده ميزانية ال1000 جنيه. يعني ايه 1000 جنيه؟ يعني 1000 جنيه كل 7 أيام. واحدة بعتت لي قالت لي أنا يا مروة باخد 1000 جنيه ولازم أمشي بيهم طول الأسبوع. هل ال1000 جنيه دول يكفوني؟ طب قولي لي على أفكار تمشيني بال1000 جنيه وما احتاجش فلوس تانية. في ناس بتصرف في اليوم فوق ال1000 جنيه، ودي حقيقة وده واقع ما ينفعش ننكره وما ينفعش نقول ده ما بيحصلش. ده في ناس كمان بل بتصرف بال2000 جنيه في اليوم الواحد. بس دلوقتي واحدة إمكانياتها ال1000 جنيه في الأسبوع تعمل ايه؟ ما هو ما يقدرش على القدره الا ربنا، ده امر واقع ودي امكانياتي دلوقتي، لازم امشي بال1000 جنيه في ال7 أيام. انا جايه اقول لك بقى على افكار هتخلي ال1000 جنيه تكفيكي وتخليكي تمشي بال1000 جنيه وما تحتاجيش لحد وتستري بيتك طول الاسبوع بال1000 جنيه. يا اهلا وسهلا، ازيكم؟ انا مروه ودي قناتي كوبايه قهوه مع ميرو. ما تنسوناش باللايك والاشتراك وسيبوا لنا تعليق وهنرد عليكم. وبشكر كل المتابعين الجداد اللي نوروا قناتي، وبشكركم على التعليقات الجميله اللي بتوصلني وبجد بتسعد قلبي. ويلا بينا نبتدي الفيديو. هتكلم معاكم الاول بخصوص الفيديو بتاع امبارح. الفيديو بتاع امبارح كنت بتكلم عن ازاي توفري 10 جنيه. اجالي تعليقات بتقولي ان يا مروه ازاي هنجيب ب 900 جنيه حاجه ذهب؟ لا، ال 900 جنيه يجيبوا لك حاجه ذهب، يجيبوا لك بريمه، يجيبوا لك قفل، يجيبوا لك دلايه خفيفه جدا، وتقدري تعيني قطعه في قطعه في قطعه. هيبقى معاكي راس مال وهيبقى معاكي مبلغ كبير. ما انتيش حابه تجيبي ذهب، عندك 100 فكره، عندك افكار كتير. يا ستي شغلي الفلوس دي، انزلي هاتي اي بضاعه وابتدي بيعي من بيتك، ابتدي اعملي لك اي مشروع، مشروع اكل، مشروع منظفات، اعملي اي حاجه وزودي الفلوس دي. مش عايزه تزوديها وخايفه ان انت تخسري، عيني الفلوس دي على جنب تنفعك في اي حاجه. وزي ما قلت لكم في الفيديو بتاع امبارح، اي فلوس انا بعينها هيجي وقتها وهحتاج لها. هحتاجها في عيد، هحتاجها في مناسبه، هحتاجها في ظرف طارئ. بس لازم اعين حاجه لبكره، ما نسيبش نفسنا نضرب كف على كف لما نحتاج فلوس، ولا نروح نسال حد في فلوس. ما عادش حد بيسلف حد، ما عادش حد بيشيل حد، ما عادش حد هيقول لك انت فين اصلا لو احتجتي لفلوس. يلا بينا نتكلم في موضوع النهارده. موضوع النهارده معايا 1000 جنيه يا مروه، قولي لي امشي بيها الاسبوع ازاي. اول حاجه في ال1000 جنيه دي تطلعي 200 جنيه للفطار. هتقولي لي ال 200 جنيه يا مروه هتجيب لي ايه في الفطار؟ هقول لك فيه كذا فكره للفطار. اول حاجه ان انا اطلع 50 جنيه اجيب بيها فول، وابتدي اعمل فول مدمس في البيت واعتمد عليه في الفطار. وجنبه ايه بقى؟ اجيب ب 40 جنيه مثلا ولا ب 50 جنيه الفول المدشوش، الفول بتاع الطعميه، واجيب ب 50 جنيه جبنه. طب احنا يا مروه بقى ما عندناش فكره الفول والطعميه في الاكل، في بديل. هقول لك هاتي بال100 جنيه اللي كنا هنجيب بيها الفول بتاع الطعميه والفول المدمس، هاتي بيها بيض. وبال50 جنيه الثانيه هاتي بيها جبنه، وخلي الجبنه في البيت بتنفعنا في الفطار، بتنفعنا لو عايزين ناكل اي حاجه حادقه، او حد حتى ضغط وطى في البيت هنلحقه بحته جبنه حادقه. معانا كده كام؟ معانا 150 جنيه. طب وال50 جنيه الثانيه هجيب بال10 طماطم. هتقولي لي ال10 طماطم هجيبها لايه؟ هقول لك عشان نعمل الفول المدمس. الفول المدمس لازم تحطي له طماطم، بيفرق كتير في طعمه وبيحافظ على لونه. وهتجيبي بال10 جنيه جزر. ال10 جنيه جزر تاخدي منه جزرتين، لو هم جزرتين ابشريهم وحطهم في الفول، وابتدي اعملي لاولادك حله فول مدمس وحطيها في اكياس في الثلاجه. ما عنديش يا مروه اكياس، حطيها في علبه بلاستيك عندك وعينيها في الفريزر. وكل لما تحبي تطلعي لاولادك طلعي جزء واعمليه على الفطار وعيني الباقي في الفريزر. هتقولي لي واجيب ايه تاني؟ واقول لك هاتي ب10 خضره. يبقى انا جبت ب10 طماطم وجبت ب10 جزر وجبت ب10 خضره، كده فاضل 20 جنيه وال50 جنيه تتقفل. اطلع ال20 جنيه دي صدقه، اطلعها لوجه الله علشان ربنا ييسر لك في ال1000 جنيه. يبقى كده جبنا حاجات بكام للفطار؟ جبنا حاجات ب200 جنيه. اتفضل معايا كمل 1000 جنيه، اتفضل معايا 800 جنيه. هجيب بيهم ايه بقى ال 800 جنيه؟ هقسمهم اكتر من تقسيمه. هقسم ال 800 جنيه اجزاء وهقول لك هتعملي ايه بقى. انت متفضل معاكي 800 جنيه، شيلي منهم 200 جنيه، اتفضل معاكي 600 جنيه. ال 200 جنيه اللي انا خدتهم من 800 جنيه هقسمهم: 50 جنيه طماطم، 50 جنيه ما بين بصل ما بين توم، 50 جنيه بطاطس. الاهم من التقسيمه دي كلها والاهم من اللي انا بقوله لك حاجه بقى خاصه بيكي انت. انا بقول لك اللي اقدر عليه، واللي انا بقوله لك افكار حابه تاخدي بيها خدي بيها، مش حابه انا برضو قلت لك افكاري. الفكره في الفيديو ده قايم على ذكائك انت، وقايم على مرونتك في الشراء، وقايم على ايه كمان؟ على ان ادور على الاماكن الرخيصه اشتري منها، ما اروحش السوبر ماركت بيغلي في الحاجه واروح اشتري منه.
استحاله ال 1000 جنيه تكفيكي على السبع ايام. امال اعمل ايه؟ انزل في مواعيد الخضار بيبقى فيها رخيص. زي امتى يا مروه؟ زي بعد المغرب. انزل بالليل اجيب الخضار بتاعي، تكون الدنيا هدت، تكون الدنيا ريحت في الخضار شويه. ما اروحش للطماطم اللي ب 30 جنيه وجنبها طماطم ب 20، ما اروحش للطماطم اللي ب 40 جنيه وجنبها طماطم ب 25. امال اعمل ايه؟ اروح للحاجه الارخص. تلاقي الطماطم ب 20، تلاقي الطماطم ب 15، طماطم طريه، اجيب منها ب 50 جنيه زي ما يقطعوا. جبت ب 50 جنيه الطماطم دي، اعمل حساب ان الطماطم دي هتتسبك وتتعان في اكياس. في تركه بقى في التسبيكه. انا من الناس اللي بتحب التسبيكه تنشف على الاخر، لان دي بتدي طعم للاكل وخصوصا للمحاشي وللمكرونات. طب انا دلوقتي في وضع لازم امشي نفس السبع ايام، في حاجات كده غيريها. زي ايه؟ زي بلاش تسبكي الطماطم على الاخر، بلاش تخلي الطماطم تنشف خالص. امال اعمل ايه؟ اوسطن التسبيكه، ما اخليهاش تغلي لما تنشف، اخلي الطماطم الميه تروح منها واطفي عليها، هيتفضل معاكي شويه طماطم محترمين. ابتدي اجيب اكياس، عندي اكياس ثلاجه، وابتدي اعبي الطماطم دي في اكياس. من الحاجات التانية اللي تاخدي بالك منها، لو انا كنت من الناس لازم املي الاكل بتاعي طماطم، وقفي العاده دي، لان انت في فتره لازم تمشي نفسك. احط في الاكياس كميات طماطم صغيره عشان تكفي معايا السبع ايام، لو احتجت اطلع واستخدم. مش ضروري المكرونه تبقى مليانه طماطم، مش ضروري المحشي يبقى مليان طماطم، مش ضروري الخضار يبقى مليان طماطم. المهم ان هطبخ، المهم ان جوزي يجي من الشغل يلاقيني محضره له الاكل، ودي اهم حاجه. المهم يبقى عندك طماطم في الفريزر جاهزه. يبقى جبنا 50 طماطم، 50 بصل وثوم، 50 جنيه بطاطس. اتفضل معانا 50 عشان نقفل ال 200 جنيه. نجيب ب 25 اي خضار، الخضار الرخيص هاتيه، ما تروحيش لاغلى خضار وتشتري. اتلاقيتي الكوسه غاليه، هاتي يا ستي فاصوليا. اتلاقيتي الفاصوليا غاليه، هاتي كوسه. ارخص حاجه في السوق دلوقتي وكلنا عارفين هي الملوخيه. اجيب بال 25 جنيه ملوخيه، واجيب بال 25 جنيه التانيين لوبيا من العطار. يبقى انا كده عندي نوعين من الخضار، او نوعين هنغير فيهم واحنا بنعمل لهم الغدا. يبقى كده انا صرفت كام؟ 200 جنيه. معانا كام من ال1000؟ معانا دلوقتي 600 جنيه. هنجيب ايه بقى بال 600 جنيه اللي هقوله لكم؟ يلا نصلي على سيدنا محمد وناخد ثواب. وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكي 600 جنيه. اول حاجه تنزلي تجيبيها ب 100 جنيه لحمه مفرومه، وتروحي لبتاع البني تجيبي ب 100 جنيه بني زي ما يطلعوا، زي ما يطلعوا. هاتي بال 100 جنيه. ال 100 جنيه الثالثه هنجيب بيها كبده فراخ. جبنا ثلاث حاجات بروتين، جبنا البانيه، جبنا اللحمه المفرومه، جبنا كبده الفراخ. طب يا مروه معايا ال 100 جنيه جبت بيها مفروم، هعمل عليها ايه؟ اجيب معاها ب 25 جنيه مكرونه. اي مكرونه، شوفي المكرونه اللي ولادك بيحبوها وهاتيها. ومعانا صلصه عينينها في الفريزر، اطلع كيس صلصه صغير اعمله على ال 100 جنيه مفروم، ومعانا ب 25 جنيه مكرونه. وكده الاكله تكلفك كام؟ 125، لانك هتجيبي المكرونه ب 25 جنيه واللحمه ب 100 جنيه. كده معانا 125 جنيه. ندخل على البانيه. جبنا ب 100 جنيه بانيه، هجيب مع البانيه ايه؟ ب 10 بيض، ب 15 بصمات من عند العطار، ب 20 جنيه رز سايب من عند العطار، بخمسه بهارات كركم او بهارات كاري. واعمل لاولادي رز اصفر وعليه البانيه. معانا ال 100 جنيه الثالثه اللي انا جبت بيها كبده فراخ. انا كنت اصلا جايبه بطاطس، اطلع البطاطس دي اعمل صينيه بطاطس، واشوح الكبده تشويحه كويسه بالبصل، واحطها على وش صينيه البطاطس. وعندنا برده الطماطم في الفريزر مسبكينها، وابتدي ادخل صينيه البطاطس الفرن. هنحتاج ايه للاكله دي؟ يوم ما هعمل البطاطس بالكبده مثلا هنحتاج قصادها رز. اجيب ب 20 جنيه رز من العطار، واعمل حله رز جنب صينيه البطاطس بالكبده. كده صينيه البطاطس بالكبده دي دخلت لها في كام؟ في 125، لان انا هجيب من العطار ب 25 جنيه رز، ومعانا ال 100 جنيه اللي جبنا بيها الكبده، كده 125 جنيه. كده انت صارفه من ال 600 جنيه 400 جنيه. كده اتفضل معاكي كام؟ اتفضل معاكي 200 جنيه. عملنا حساب اكل 3 ايام بس، قدامنا قصادهم 4 ايام. هنمشي بقى ال4 ايام ازاي بال 200 جنيه؟ هقول لك هتعملي ايه. وطبعا التقسيمه اللي انا بقول لك عليها مش معناها انا النهارده هعمل لهم البانيه، بكره هعمل لهم المفروم، وبعده هعمل لهم الكبده. لا، انا اقصد انت وزعي طول الاسبوع. اليوم اللي هعمل صينيه البطاطس بالكبده، تاني يوم هفلت. اليوم اللي اعمل بانيه ورز اصفر، تاني يوم اعمل اكله خفيفه شويه، بحيث امشي ال7 ايام معايا، وفي نفس الوقت ولادي يكونوا اكلين كل حاجه. تعالي يا ستي على اليوم الرابع. اعمل ايه باليوم الرابع وانا معايا 200 جنيه بس يا مروه؟ انزل اجيب من عند العطار ب 20 جنيه رز،
وب10 جنيه عدس اسمر، وب10 جنيه مكرونه، المكرونه الصغيره بتاعت الكشري، واجيب ب10 جنيه حمص من عند العطار برضو، واجيب ب20 جنيه طماطم. لو انت ما عادش عندك طماطم في الفريزر مثلا، او الطماطم قلت معاكي، هاتي ب 20 جنيه طماطم اعمليها بس يومين حله الكشري. لو انت بقى من الناس اللي بتعمل حله الكشري في حله واحده، والله ده اوفر لك في الغاز واوفر لك في الحلال. لو انت من الناس اللي ما بتحبش الكشري في حله الواحده، اعملي الكشري بطريقتك انت. المهم كده حسبنا كام لحاجه الكشري؟ كده حسبنا 70 جنيه. وكان معانا كام؟ كان معانا 200 جنيه. اتفضل معانا كام يا مروه؟ اتفضل معانا 130 جنيه. هعمل ايه بال 130 جنيه؟ لسه كده فاضل معايا ايه؟ اليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع من الاسبوع. احنا كنا جايبين في الحسبه الاولانيه 25 جنيه ملوخيه مثلا، وب 25 جنيه لوبيا. اليوم الخامس ده اعمل طبق ملوخيه واعمل لهم طبق لوبيا. اليوم ده تعملي لهم حله الرز جنبها الملوخيه وجنبها اللوبيا. وعودي ولادك ان مش كل مره اكل ببروتين، مش كل مره لازم لحمه وفراخ. هاتي يا ستي ب 25 جنيه رز من العطار، واعملي الرز جنب الملوخيه وجنب اللوبيا. كده متفضل معاكي 105. ال 105 دول اخدهم انزل اجيب ب 35 جنيه فلفل على بتنجان، وانزل اجيب ب 15 جنيه طماطم علشان اعمل مسقعه، واخد بطاطسيتين لو عندي في السبت بطاطس، واحمر بطاطس واعمل صينيه مسقعه وجنبها بطاطس محمره. كده يبقى كام الحسبه؟ 45 جنيه. يبقى اتفضل معانا كام؟ اتفضل معانا 60 جنيه لاخر يوم. اعمل ايه بال 60 جنيه؟ ممكن اعمل رز وبيض وبطاطس، ممكن اروح اجيب 10 جزر وب10 طماطم، وال 40 جنيه اجيب بيهم عدس واعمل حله شوربه عدس، وده مثلا لاخر يوم. وممكن اعمل حاجه تانية، انزل اجيب ب 25 جنيه بيض، وب 20 جنيه رز، وبال 15 جنيه بطاطس، وادور على الاماكن برضو اللي بتبيع الحاجه رخيصه في الخضار. هتلاقي بطاطس صغيره بتتباع باسعار حلوه، هاتيلك بال 15 جنيه. المهم ان انت تعملي اكل لاولادك، احسن من ما فيش، واحسن لما ما يلاقوش اي حاجه ياكلوها. وده على امل يكون عندك بقى بطاقه تموين، تكون انت بتحاولي تعيني اي حاجه تجيبي بيها زيت وسكر. انا عارفه ان ال1000 جنيه في وجود عيال في البيت الموضوع بيبقى صعب، والموضوع بيبقى عايز زقه، عايز بركه ربنا في الموضوع هي اللي تكون ماشيه القصه دي كلها. وهي عمرها ما بتمشي لا بتدابيرنا ولا بحساباتنا، هي بتمشي ببركه ربنا. وانت لو عندك افكار او اي حد تاني عنده افكار، سيبوها في التعليقات علشان غيرنا يستفيد. لو حد دخل يتفرج علينا فعلا بيمشي على قده، وفعلا معهوش ان هو يصرف مثلا غير ال1000 جنيه او اقل من 1000 جنيه، يعمل ايه طول الاسبوع؟ اللي عنده افكار يكتبها لنا في التعليقات وساعدوا بها غيركم. وفي نفس الوقت الستات ما شاء الله دلوقتي واعيه وذكيه، وبيعرفوا يديروا بيوتهم، وبيعرفوا يمشوا البيت باقل القليل. وهنا اكون خلصت. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، وسيبوا لنا تعليق وهنرد عليكم. يلا سلام.